السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد في فيديو قناة زملكاوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وفيديو قناة زملكاوي معكم محمد. يا رب انصر اخواتنا في فلسطين، يا رب انصرهم، يا رب انصر العرب أجمعين، يا رب انصرنا كلنا، يا رب انصر اخواتنا في السودان، يا رب انصر اخواتنا في اثيوبيا، في كل حتة. ربنا ينصر كل ال المقهورين المعتدى عليهم. يا رب انصر السودان، وانصر اخواتنا في فلسطين، وانصر كل المسلمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده حلقة توقعات كأس آسيا دور 16، وهتلعب ماتشين. لكن انا برضو انا والله هقول التوقعات بما يرضي الله، برغم ان في ماتشات اتلعبت، لكن انا والله هقول التوقعات بما يرضي الله. وباذن الله كمان شويه كده ولا حاجه، ولا على بكره، هيبقى في حلقه بنتكلم فيها عن المنتخب الاماراتي والخروج المذل اليوم امام طاجيكستان. بسم الله الرحمن الرحيم. والمواجهه الاولى كانت مواجهه استراليا واندونيسيا. النهارده كانت الساعه 1:30 الظهر. استراليا اكتسحت 4-0 على اندونيسيا، وانا كنت متوقع استراليا اللي هتفوز، وزي ما توقعتنا يعني الحمد لله كانت محالفه. 4-0 المنتخب الاسترالي علشان يضمن أول المتأهلين لدور الثمانية. المنتخب الاسترالي منتخب قوي جدا، منتخب لا يوجد له مثيل في البطولة. منتخب هتلعبه هتعاني جدا، لأن لعيبة ماركة أوروبية. منتخب تحس إن هو منتخب عالمي، منتخب أوروبي، منتخب أمريكي شوية، منتخب نظامه ميري شوية، نظامه حلو، يعرف يلعب، وكمان بطل البطولة قبل كده، فيقدر ان هو يكيف الامور، ويقدر ان هو يتعامل مع اجواء البطولة. فالصراحة منتخب استراليا يعني من المرشحين الاقوياء كمان للبطولة، فيعني يترشح جامد للبطولة. نيجي بعد كده منتخب الامارات وطاجيكستان. أنا توقعت الامارات اللي هتفوز، لان بحكم الارض العربيه، وبحكم الروح، وبحكم الاداء يعني شويه في الدور الاول. لكن الامارات بتخذلنا وهتخرج، وهنتكلم عليها في وقت لاحق باذن الله الفيديو الجاي. لكن بنتكلم بكل صراحه، الامارات تخيب الامال جدا جدا. بكرة بقى الاتنين في مباراة العراق والأردن. بإذن الله تأهل المنتخب العراقي، لكن الاتنين منتخبات كويسة، الاتنين منتخبات عربية اخواتنا. لكن المنتخب العراقي من المرشحين على البطولة، مش بكلامي ولا بمزاجي، لكن بالأداء المحترم جدا اللي هم عاملينه، وبالتركيز العالي جدا. المنتخب الأردني شفناه متأهل أحسن دولة، فاز في المباراة الأولى على هونج كونج، تعادل في المباراة التانية قدام كوريا الجنوبية، وخسر في المباراة الأخيرة أمام البحرين. وشفنا آه قد إيه يعني المنتخب كان يعني مش بالشكل المطلوب حتى الآن، لكن يقدر إن هو يتأهل دور 16. فأعتقد العراق هتقدر إنها تفوز باكتساح في المباراة دي. قطر وفلسطين، يعني للأسف منتخب فلسطين كان نفسي إن هو والله يكمل. يعني يعني الاتنين اخواتنا والاتنين حبايبنا، لكن منتخب القطر اعتقد هو الاكثر خبرة في البطولة، والاكثر استحقاقا في التأهل. حتى لان برضو المنتخب القطري ما قدمش الاداء المطلوب منه، لكن منتخب ذكي جدا وبيعرف يخلص الماتشات دي. اعتقد المنتخب القطري يقدر ان هو يعدي ويتأهل في مثل هذه المباريات. نيجي بعد كده في يوم التلات منتخب اوزبكستان هيلاعب تايلاند. اوزبكستان متطورة، قدرت انها تتأهل في مجموعة يعني كانش صعبة، كانت سهلة. اعتقد اوزبكستان اسهل من تايلاند كمان، وتقدر انها تتأهل. السعودية وكوريا الجنوبية، والماتش ده بقى ماتش الحكم على مانشيني. الماتش ده انا هقعد اتفرج عليه باذن الله مخصوص، وهنتكلم عليه يومها باذن الله. كوريا الجنوبية صن، بتتكلم آه بتتكلم في اللاعب كمان المدافع اللي هو آه اللاعب المشهور جدا اللي بيلعب مع بايرن ميونخ. اسمه ايه المدافع؟ كيم من جوي، مدافع عالمي جدا، مدافع جاي من نابولي، فاز بالدوري الايطالي. لا مدافع عامل شغل جدا. عندهم سون، عندهم شويه لعيبه، لا لعيبه كويسه، فرقه كويسه، فرقه يكفيك ان هي تطلع تلعب المنتخب السعودي بقى. سالم الدوسري، البريكان، شوية لعيبة بقى، يعني بلاش اتكلم كتير يعني. شوية لعيبة فهد المولد، شوية لعيبة يعني قمة في اللعب.
تمام. وعندهم بقى شوية لعيبة شباب، عندهم لعيبة من النصر، على لعيبة من الاتحاد، على لعيبة من وعندهم لاعب غريب كمان بيلعب مع النصر، صحيح أنا ما ذكرتوش. عندهم شوية لعيبة محترمة، لعيبة بتخلص الأداء، لعيبة تقدر إن هي تخدم لهم البطولة. فبرضه السعودية مهمة، لكن بالحكم والعاطفة والأداء اللي شفته في البطولة حتى الآن، السعودية تفوز إن شاء الله وتتأهل لدور التمانية بإذن الله على كوريا الجنوبية. آخر يوم معانا هو يوم الأربعاء، بحرين واليابان. منتخب بحريني، كفو عليك يا منتخب يا بحريني، لكن كان متأهل بصعوبة في البطولة دي. معاه آه للأسف 6 نقط، لكن قدام منتخب ياباني خد درس قاسي بألم قاسي ان هو بيخسر من العراق، لكن هو في الاخر هيفوز على البحرين ويتقال. يعني انا برشح اليابان. ايران وسوريا، هيكتور كوبر امام كتيبة لاعب تمري. أه يعني يعني منتخب ايران منتخب علامة كاملة، منتخب 9 نقط. في المباراة الأولى يفوز برباعية أمام فلسطين، المباراة التانية بيفوز 1-0 على هونج كونج، في المباراة الأخيرة بيفوز 2-1 على المنتخب الإماراتي الهزيل تكتيكيا. أعتقد إيران هتتأهل بسهولة كمان على سوريا اللي معلش يعني لا شكل ولا لون ولا طعم ولا ريحة. هيكتور كوبر ما بيعرفش يتمرن، وأنا بقول كده على طول. هيكتور كوبر ده راجل بتاع بصل، بلاش اشتم يعني. لكن صراحة ايران مرشح اول للبطولة من وجهة نظري. ايران جاي ياخد البطولة، ايران مدرب ايراني، لعيبة جرينتا، لعيبة همها على منتخبها، وده اللي كسب المنتخب. سوريا حتى الان لن تأتي تكتيكيا ولا خططيا. منتخب معلش يعني متوفر له كل الامكانيات، مش عارف ينجز الانجاز المتوقع منه. هيكتور كوبر عقيم عقيم عقيم، وما بيجددش في دماغه، خسران كسبان هدافع خلاص، لا مجال للمدافعين. الكرة دلوقتي عايزة الكرة الشاملة، انزل العب وتكتك، غير كده مش هتكسب. منتخب سوري والله مش بحبط منه، لو منتخب سوري فاز هطلع واشكر في المنتخب السوري واطلع اتكلم على هيكتور كوبر. بس انا بتكلم بكل صراحة ايران تفوز في البطولة دي. وكتوقعاتي اهو زي ما انتوا شفتوا، توقعت الامارات واستراليا وعراق وقطر، سعودية واوزبكستان، يابان، ايران. ويا رب يا رب يوفق كل المنتخبات العربية وتتأهل علشان تبقى بطولة عربية كاملة بإذن الله. يعني ربنا يوفق سوريا والبحرين والأردن وفلسطين منتخب حبيبنا، وقطر واستراليا. استراليا ايه؟ استراليا مش عرب انا برنكت معاكم يعني في قلب الفيديو. استراليا ربنا ياخدهم، ربنا يسترها ان شاء الله، وربنا يوفقنا كلنا كعرب، وربنا يحفظ المسلمين والعرب اجمعين. ربنا يوفقنا ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين، وسنه سعيده عليكم ان شاء الله، وربنا يوفقكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم محمد في قناه زملكاوي، وربنا ينصرنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يا رب انصر اخواتنا فلسطين، يا رب انصر بلدي الحبيب فلسطين، يا رب استرها يا رب، وانصر غزة يا رب العالمين، وانصر السودان، وانصر كل العرب يا رب أجمعين. يا رب انصرنا، وخير خير خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.